قضيه تعذيب مكتمله الاركان. تخيل معايا عندك موتور شغال بقاله سنين وقررت تريحه وتعمل له صيانه لمده 12 13 ساعه كامله، وفجاه بدون اي مقدمات قمت دايس بنزين داخل السرعه ومحمل عليه حموله قطاط ومراحل. ده بالظبط اللي بتعمله في معدتك لحظه اذان المغرب. المعده بتبقى قاعده في امان الله صايمه وساكنه بتسمع تواشيح النقشبند في راديو الخلايا بتاعها. المعده لحظه الفطار بتبقى مستنيه تمره، تلاقي اصبع محشي داخل عليها بعضلاته وبيقول لها انا جيت يا هانيا. انت هنا في اللحظه ديت داخل على المعده بكمين محكم الاركان، طبق محشي غرقان سمنه ومقليات بتنقط زيت، وتختمها بصينيه حلويات كانك داخل سبق. انت هنا مش بتفطر يا غالي، انت بتعمل مداهمه غاشمه لجهازك الهضمي، وبعدها بدقايق تبدا تستغرب انا ليه مهبط، انا ليه مش قادر اتحرك، انا ليه مش قادر اقوم للتراويح. إجابة بسيطة، جسمك مش قادر يستوعب الهجوم المباغت اللي انت عملته عليه. هنا الجهاز الهضمي ما بيطلبش مساعدة، ده بيبعت SOS للدماغ، مش رسالة عادية، دي نداء استغاثة أخير. النجدة أنا في ورطة. ماذا يحدث؟ أرسل إشارة الاستغاثة، لقد وصلت. الحقنا يا ريس، احنا تحت هجوم دهني مسلح، محشي ومقلي وسكريات من كل الاتجاهات ومفيش اي استعداد. الدماغ يعمل ايه؟ يفعل بروتوكول الطوارئ، يسحب الدم من المخ من الاطراف من اي حته ممكن تستغنى عنها لحظه، ويرميه كله في المعده، مش علشان يهضم، لا علشان يمنع الانهيار. ساعتها انت تحس انك تايه، دماغك تقيله، جسمك فصل، وده مش تعب عادي، ده جسمك وهو بيحاول ينقذك من قرار انت اخدته بايدك. المعده مش بتشتغل، المعده بتتخانق على حياتها، والجهاز الهضمي كله واقف قدامها عاجز بيحاول يلملم الجريمه اللي حصلت في اول 5 دقائق بعد الاذان. خليك فاكر يا غالي، رمضان عباده وتهذيب للنفس، مش موسم انتقام من الاكل. بلاش تحول مائده الفطار لساحه معركه انت الخسران الوحيد فيها. اول حاجه تكسر صيامك تدريجي مش هجوم مباشر، ابدا ب3 تمرات مع كوبايه ميه او لبن عشان تعوض السكر اللي نزل، وتفهم المعده ان اللي جاي اكل مش غزو. الميه تتشرب على دفعات، انت مش بتطفي حريقه يا غالي، اشرب على مهلك بين الفطار والسحور، غير كده المعده هتتخنق والانتفاخ هيبقى اول رد فعل. انت مش بتطفي حريقه، انت كانك بالظبط عايز تنزل كل شلالات نياجرا في كنكه قهوه. المعده بتقول لك يا ابني ارحمني، انا معده مش خزان اسوان. قسم وجبتك على مراحل، وابعد لو سمحت عن الدسم والمقلي والسكريات والمشروبات الغازيه والكافيين والاملاح اللي هتخليك صاحي تاني يوم عطشان كانك كنت في صحراء. خليك فاكر ان الهلاك احيانا ما بيجيش من عدو خارجي، لكن بيجي من لقمه انت اللي حطيتها بايدك وافتكرت انها مكافاه، وهي في الحقيقه عقاب.